السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنتكلم في فيديو مهم قوي كل سنه بيشغل بالنا، وهو ازاي نستغل وقت رمضان، وازاي يكون فعلا رمضان 2025 مختلف ويفرق معانا عن اي سنه. ازاي نقدر ان احنا يبقى فعلا شهر عباده، ازاي ان احنا نقدر نستغل الاوقات بتاعته، ازاي نقدر نشتغل فيه احسن، نقدر ان احنا ننظم وقتنا فيه اكتر. فهنتكلم في الحاجات دي النهاردة، وان شاء الله لو طبقناها بإذن الله يكون فعلا شهر مختلف، ويكون كله انتاجية، ويكون نشاطك فيه احسن، صحتك فيه احسن، كل حاجة بإذن الله. طيب، اول حاجة هنتكلم فيها ايه الحاجات اللي احنا عايزين نبعد عنها علشان فعلا نقضي رمضان صح بقى السنة دي. اول حاجة هي التلفزيون. طبعا يعني احنا لو فتحنا التلفزيون وقعدنا نتابع كل المسلسلات اللي نازله في رمضان، هو احنا اصلا مش هنلحق نخلصها يعني من كتر الحاجات الكتير اللي نازله قوي. ولكن الفكره كمان مش بس كده، ان احنا التلفزيون فعلا بياخد من وقتنا جامد جدا، بيخلينا نتشتت جدا، بيخلينا قاعدين طول الوقت عايزين نشوف ايه المسلسل اللي هيجي وهنتفرج عليه، وبيشغل دماغنا بشكل كبير جدا الاحداث بعد كده اللي بتبقى المسلسل. بيخليكي فعلا ان انتي قاعده رابطه حياتك جنب التلفزيون عشان تشوفي بقى هتتابعي ايه، والاعلانات الكتير اللي بتبقى موجوده، فبيخليكي فعلا بتضيعي وقت جامد جدا. طبعا ده غير بقى الجزء بتاع ان هو شهر رمضان وشهر عبادة وشهر بإذن الله العتق من النار يعني والحسنات، فطبعا بنشيل ذنوب كتير قوي على حس التلفزيون يعني. فاول حاجه عايزين نبعد عنها التلفزيون. يعني لو انت مصممه قوي ونفسك تتفرجي على المسلسلات فبتتعاد كتير بعد رمضان، تقدري تتفرجي عليها بعد رمضان. اما لو نفسك بقى ان انت يعني تبداي شهر جديد فعلا وتتوبي وتبعدي خالص عن المسلسلات، فحلو جدا يعني وجميل، تبقى خطوه حلوه قوي ان احنا ناخدها في رمضان. طيب، تاني حاجة عايزين نبعد عنها في رمضان هي السوشيال ميديا. عايزين على قد ما نقدر ان احنا يعني نفتح السوشيال ميديا دي للضرورة. لو مثلا هتنزلي حاجة مفيدة، لو عايزة تقري حاجة مفيدة، ولو سلام لو تخصصي لها وقت ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، ما تطوليش عن كده وتقفلي على طول، عشان برضو هتلاقيه بيسحبك جامد قوي ومش عارفة ان انت تسيبيه. فالافضل ان احنا يعني لو هنفتحه نحدد له وقت معين، وتكوني داخله محدده عارفه انت هتعملي ايه، هتنزلي بوست، هتنزلي شغل، عايزه تقراي مثلا حاجه او في صفحه متابعاها، عايزه تشوفي هتنزل ايه في رمضان وكده وخلاص. وما نكترش بقى في القعده على السوشيال ميديا، لان هتخليكي بتضيعي وقت جامد، هتخليكي متشتته، هتخليكي ما عندكيش وقت ان انت تركزي في الحاجات اللي انت عايزه تعمليها سواء في شغلك او في العبادات. الحاجة التالتة وهي الخروج بقى والسهر والخيام الرمضانية والفطار والسحور والحاجات دي. يعني على قد ما نقدر ان احنا تبقى مرة مرتين في الشهر بالكتير قوي، ما يبقاش الشهر كله خروج وسهر وكده. اولا ان هو شهر عبادة، مش شهر ان هو للخيم والفطار بره والكلام ده. وتاني حاجة لان الحاجات دي شبه هتضيع لك يومك كله اصلا، يعني مش هيبقى اليوم كأنه موجود اصلا، مش هتلحقي تعملي فيه اي حاجة. فعلى قد ما نقدر ان احنا نقلل الموضوع ده ونخليه في اضيق الحدود قوي. طيب، رابع حاجة عايزين ناخد بالنا منها ونقننها قوي، وهي الاكل الكتير اللي بيبقى في رمضان والحلويات واصناف الكتير الاكل اللي بتبقى موجودة على الفطار. كل دي بتقلك وبتخليكي اصلا مش قادرة تفكري في اي حاجة ومكسلة، مش قادرة تعملي اي حاجة، فبتخليكي ما عندكيش طاقة اصلا لا تشتغلي ولا طاقة ان انتي تقومي حتى تصلي ولا تعملي حاجة. وطبعا هو شهر عبادة، احنا عايزين نستغله كويس قوي ان احنا نصلي التراويح ونقرأ القرآن ونتدبر القرآن، ولو بتحفظي القرآن تكملي في حفظك. فلو احنا هنقضيها اكل وحلويات وكده، هتلاقي نفسك فعلا ما فيش اي طاقة لاي حاجة تعملي اصلا ان انتي تفكري في اي حاجة خالص. فدي 4 حاجات عايزين نبعد عنهم قدر الامكان، نقللهم قدر الامكان، نركز كده ان الحاجات دي احنا داخلين رمضان مش عايزينها اصلا تبقى يعني موجودة في يومنا، ويعني لو موجودة تبقى بالقليل قوي. طبعا الاكل هيبقى موجود، بس زي ما قلنا نقننه بقى ونركز ان احنا يعني نخلي اكلنا على قد ما نقدر صحي. ولو نفسك تاكلي حلويات او كده، بس حاولي ان انتي ما تقليش قوي فيها، عشان يعني بعد الصيام اصلا انت بتبقي يعني انسولينك مش متظبط، فما تجيش تاكلي تقومي مبوظه الدنيا بقى وتلاقي نفسك مهبطه على الاخر ومش قادره تعملي حاجه.
طيب بعد كده بقى الحاجات اللي احنا عايزين نعملها علشان ما نبقاش تعبانين في رمضان. اول حاجة احنا عايزين نحاول ننام 8 ساعات، حتى لو هيبقوا متفرقين او متقطعين، يعني عايزين ان احنا نحاول نركز في الموضوع ده، ان احنا نحاول ننام مثلا على الساعة 11 12، ما نسهرش قوي. وهتقومي بعد كده مثلا على صلاة الفجر، ولو حبيتي ان انت تنامي تاني بعد كده شوية مفيش مشكلة، بحيث ان انت تبقي قدرتي ان انت تنامي في ساعات الليل وتاخدي لك ساعتين 3 كده من النهار وخلاص، يبقى كده حلو قوي. فحاولي ان انت تنامي 8 ساعات وما يبقاش نومك قليل، لان شقلبة اليوم في رمضان هي اللي بتخليكي ان انت مش عارفة تظبطي يومك اصلا، ودي من اكتر الحاجات اللي بتأثر علينا. شقلبة اليوم، الناس اللي بتبقى واخدة اليوم من بعد الفطار لحد السحور وتبتدي تنام من بعد الفجر، فاليوم بيتشقلب خالص، فانت بتبقي فعلا اصلا بالنسبه لك كده النهار بتاع رمضان انت اصلا مش فايقه فيه خالص ومش قادره تعملي فيه اي حاجه. فنحاول نستغل ان احنا ننام بالليل على قد ما نقدر. عرفنا ننام 10 11 حلو، طب ما عرفناش يعني نزقها ل 12 وما نطولش بقى عن كده، بحيث ان احنا نقدر نصحى على السحور وصلاه الفجر ان شاء الله، ونكمل بعد كده لو هتنامي كمان ساعتين. طيب تاني حاجة عايزين نعملها علشان ما نبقاش تعبانين في رمضان وتبقى طاقتنا كويسة وحاسين ان احنا فايقين وكويسين، هي شرب المية. يعني دايما كده يبقى جنبك ازازة مية بعد الفطار على طول، الازازة دي تخلص تتملي لحد ان شاء الله كده ما تدخلي تنامي، وبعد كده للسحور، علشان تقدري ان انت تعوضي كمية المية اللي انت بتفقديها وانت صايمة، لان شرب المية هيفرق معاكي جدا في طاقتك، وهتحسي ان انت فعلا افضل بكتير من لو انت ما شربتيش ميه كويس. طيب تالت حاجة عايزين نعملها اي رياضة بسيطة. يعني في ناس بتقضي شهر رمضان كله تقريبا ما بين بيتها وما بين عزومات وما بتعملش اي مجهود خالص ولا اي رياضة خالص. فمش بقولك مثلا يعني اعملي رياضة بقى شديدة وكده، على الاقل تمشي، انزلي اشتري طلبات مثلا وتمشي، هتروحي تصلي التراويح روحي شوية مسجد ابعد شوية فتتمشي. يعني خلي فيه اي حركة يومية كده في يومك، بحيث ان ايه تحسي ان انتي اليوم اتحركتي فيه، مش كله ما بين صيام ومفرهده وتعبانه وبعد الفطار واكله ومتقله وتعبانه ومفيش اي حركه بتحصل. فده هيأثر عليكي جدا في شغلك، هيأثر عليكي في نفسيتك، هيأثر عليكي في عباداتك، وهتبقي حاسه ان الشهر كله قضيتيه وانتي مكسله وتقيله ومش قادره. فاي حركه بسيطه حتى لو بعد الفطار، لو هتقومي تلفي في الشقه، هتعملي حاجات، هتغسلي مواعين، هتلمي الفطار، اي حركه بتحركيها وخديها بنية ان انتي بتحركي جسمك كده وبتنشطي نفسك. طيب ازاي بقى نستغل اوقات رمضان، سواء بقى في العبادة وفي الشغل؟ طبعا في ناس كتير بيبقى عندها اوردرات بتاعت العيد مثلا عايزة تخلصها. فاول حاجة بقى هنبتدي ان احنا نقسم يومنا لقسمين كده، نقدر ان احنا نتعبد فيهم كويس قوي، ونقدر ان احنا نشتغل فيهم كويس قوي. اول وقت وهو الوقت اللي بيبقى بعد صلاة الفجر، ده الوقت ده بيبقى فيه سبحان الله بركة، وبيبقى فيه نشاط وطاقة، انت كده كده بتبقي لسه متسحرة وواكلة. فنستغل الوقت بتاع صلاة الفجر ان احنا نصلي الفجر، ولو هنقرأ بقى ورد القرآن بتاعنا، وبعد كده لو عندك اي شغل عايزة تبتدي فيه وتعمليه، هتلاقي في الوقت ده بركة جامد جدا. حتى لو اشتغلتي ساعتين بس هتلاقي ان انتي انجزتي فيه كويس جدا، لان هو كمان بيبقى وقت هادي قوي، مفهوش دوشه، مفيش حد بيتكلم، مفيش ناس بتتصل، مفيش اي حاجه. فالوقت ده بيبقى حلو جدا للشغل وللعباده، ولو بتحفظي قرآن هيبقى حلو قوي ليكي. طيب تاني حاجة، لو انت عايزة مثلا بعد صلاة الفجر تنامي شوية ومش هتقدري ان انت تواصلي، فهتنامي ومثلا تصحي على الساعة 9 او 10، وتبتدي برضو ان انت لو هتقرأي ورد القرآن بتاعك، وتبتدي ان انت برضو تشتغلي لحد صلاة الظهر. فعندك الوقت ده او الوقت ده، سواء بعد صلاة الفجر على طول، او لو هتنامي وتصحي الساعة 9 او 10 لحد صلاة الظهر، ده هيبقى وقت حلو قوي معاكي وهتنجزي فيه حلو جدا. طيب تاني وقت كمان مهم وحلو قوي هيفرق معاكي برضو، هتنجزي فيه شوية حاجات، بعد صلاة التراويح. انت بتبقي اصلا راجعة بقى واكلة وكويسة ومش جعانة قوي وحاسة ان انت فايقة وكويسة، وهتقدري ان انت تقعدي بعد شويه تشتغلي، او لو عندك مذاكره، عندك حفظ قرآن، عندك اي حاجه انت عايزه تعمليها، تقدري في الوقت ده ان انت تشتغلي فيه وتخلصي وتنجزي الحاجات اللي وراكي لحد مثلا وقت بقى النوم اللي هتدخلي تنامي فيه، سواء هتنامي 10 11 12 على حسب انت ناويه تنامي الساعه كام. فالوقت اللي هو من بعد صلاه التراويح لحد وقت النوم ده هيبقى وقت مناسب جدا ليكي برضو ان انت تشتغلي فيه او تخلصي اي حاجه وراكي انت عايزه تعمليها.
ما انصحش بالوقت اللي هو قبل الفطار مثلا بساعتين 3، انت طاقتك بتكون اصلا خلاص مش قادره وجوعتي بقى وابتديتي تحسي ان انت محتاجه تفوقي وكده، ولو هتعملي حاجات في البيت عندك فمش هتبقي اصلا فاضيه ان انت تركزي في اي حاجه فيها شغل ليكي او اي حاجه فيها مذاكره او كده. فنستغل اللي هما الوقتين، يا اما بعد الصلاه صلاه الفجر، يا اما بعد صلاه التراويح. ده هيفرق معاكي ان شاء الله، هتنجزي فيه حلو قوي. طيب الحاجة المهمة كمان احنا محتاجين نعملها ان احنا نخطط اول حاجة لشهر رمضان كله. احنا عايزين نعمل ايه، عايزين ايه اهدافنا فيه، إيه احنا الحاجات اللي احنا عايزين نحققها في رمضان من ناحية العبادات ومن ناحية شغلك بإذن الله. الحاجة التانية ان احنا عايزين نخطط لكل اسبوع، في بداية الاسبوع نكون مخططين احنا عندنا ايه واهدافنا ايه. وبعد كده تخططي بقى لكل يوم من بالليل كده انت عايزه تعملي ايه تاني يوم، عشان تبقي صاحيه وعارفه كويس قوي انت عايزه تعملي ايه. فتلاقي ان اليوم ما ضاعش منك، الاسبوع ما ضاعش منك، شهر رمضان كله الاجمالي انت الحمد لله وصلتي للي انت كنت عايزه تعمليه وافضل كمان. فلما نخطط الدنيا تبقى واضحه قدامنا، هنبقى منظمين اكتر. ده هيفرق معانا جدا ان شاء الله في انتاجيتك، في يومك، في نشاطك، في كل حاجه هيفرق معاكي. بس كده اتمنى ان شاء الله ده الفيديو يكون يفرق معاكم، وعايزاكم كده تكتبوا لي ايه الحاجات اللي ان شاء الله ناويين تعملوها في رمضان، ايه خططكم، ايه اهدافكم ان انتوا تطلعوا من رمضان، وصلتوا لايه، خلصتوا شغل ايه، حفظتي ايه في القرآن، عملتي ايه بالظبط. اتمنى ان انتوا تشاركوني كده اهدافكم وافكاركم، وان شاء الله رمضان 2025 يبقى رمضان مختلف عليكم. كل سنة وانتم طيبين.